السلام عليكم، أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد. واليوم راح نقرأ على وجدة اللي يقولوا عليها جزائرية الهوى والهوية. وكالعادة هذه حلقة تاريخية لا مكان فيها لوجهات النظر المعاصرة، بل سنقرأ فقط ما سجله المؤرخون في الماضي لنقرأه نحن اليوم. وناس بكري يقولوا في حجاياتهم قال عبد الصمد صنت ويا شهودي وكان كذبت قص زنود. ونبدو من هنا من هذه النظرة العامة لمنطقتنا الشمال الافريقية اللي تنقسم إلى 6 دول ولا ممالك، واللي هما برقة وطرابلس وتونس والجزائر وفاس ومراكش. واللي تهمنا كالعادة هي الجزائر، وهي نقر وصفها من هذا الكتاب New Body of Geography أو وصفا كاملا للأرض سنة 1695. واقروا معي هنا يوصف الموقع والتضاريس تاع الجزائر حتى نوصلوا لهنا. إن أهم أنهارها هو نهر زيز واللي يجري حتى لصحراء أنقاد اللي تفصل الجزائر على مملكة فاس ويصب في البحر المتوسط. نخلوها هنا كشاهد ونحلوا الخريطة. هذا هو نهر زيز ومازال اليوم يحمل هذا الاسم، وهذه صحراء أنقاد جنوب غرب وجدة. فهذا النهر كان تابع